يعطيك العافية يا شيخ. الله يحييك ويحفظك. الله يطول عمرك، والله يجزاك خير على ما تقدم، الله يحفظك. آمين آمين. شيخ الله يسعدك، عندي سؤال. كيف يرفع الله البلاء؟ يعني أنا من 3 سنوات يعني سبحان الله تبدل حالي من حال يعني بشكل مختلف تماما. يعني من 3 سنوات أعاني بشكل كبير جدا. يعني سبحان الله فقدت وظيفتي، كنت في منصب كبير، ثم بعدها درست في الخارج وتركت عملي وجت كورونا ورجعت عملي، وظيفتي التغت العقد معهم. ثم زوجتي يعني تركتني، خسرت بيتي، خسرت أموالي. يعني سبحان الله يعني ابتلاء شديد بشكل ما تتخيله. بعدها أصبت بالمرض، يعني دخلت في موضوع الاكتئاب وصابتني غصة وأمراض في المعدة، تعرف كلها مرتبطة في الاكتئاب، هذه تسببها يعني الزعل وكذا، يأثر على الجهاز الهضمي وكذا. فسبحان الله يعني شيخ كأنها جبال. يعني والله كل ما أديت واحد على ما يقولون بالعامية من حفرة لدحديرة. سبحان الله يعني مع أن يعني أنا ما يعني الواحد ما يزكي نفسه، لكن والله ما قد أذكر ضريت مسلم في حياتي أو غير مسلم، ما ضريت مخلوق، بل بالعكس يا شيخ. يعني والله إني يعني الإنسان ما يبغى يظهر أشياء، والله في الليالي ظلمة ما يعلم إلا الله إني أفعل خيرات ما يعلم فيها إلا الله. يعني كنت يعني أتبع ناس وهم ما يعلمون من أنا، بس سبحان الله يا شيخ عجزت أطلع من هذه الدوامة. طيب شوف، الله يبارك فيك. أولا يعني أنا أدعو لك وأتمنى من الجميع أنه يكون لك أن الله يجزاك البلاء ويجعله كفارة ورفعة لدرجات. أنا بقول لك بعض الكلام وخذ واعط معي في هذا الموضوع، لأنه أنت ستستفيد وغيرك سيستفيد. تفضل يا شيخ. أنت قلت الله يبارك فيك أنك خسرت كذا وكذا وكذا، زوجتك خسرتها، مالك خسرتها، أشياء كثيرة. طيب بسألك سؤال. نعم. دينك خسرته؟ لا والله. الحمد لله. إذن أنت الآن في دائرة الفائزين ولست في دائرة الخاسرين. هذه أول نقطة. ليه؟ لأن الخسارة الكبرى هي خسارة الدين. رأس المال هو الدين والباقي ترى فوائد. حط هذه في بالك. نعم. لا تنساها أبدا، لا تنسى القضية. قد يربح الإنسان المال والدنيا كلها وهو كان فقير معدم، لكن في مقابل أن يخسر دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا في أعين كثير من الناس ربحان يا حظه، مثل ما قالوا قارون. ايش قالوا عنه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا حظه يعني. هذه نظرتهم، لكن الحقيقة أنه خاسر. لهذا خسف الله به الأرض، به وبداره الأرض، فهو ولعنه، وهو إلى الآن يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة من عقوبة الله. وين الربح؟ ما في ربح. الربح الحقيقي هو أن تربح دينك. أنت مدام الله ستر عليك بأن حفظ لك رأس المال، الباقي بسيط. والله إنه بسيط على عظمته وعلى شناعته. أنا ماني بقول أهون الموضوع، لكن أقول مقارنة بخسارة الدين لا شيء. أنت ربحان، أنت رأس المال معك وهو دين. تدري ليش أنا أقول لك هالكلام؟ لأن أنت في الدنيا وأنا وكلنا ما خلقنا عشان نأكل أو نشرب أو يصير عندنا وظيفة أو يصير عندنا فلوس أو اللي هالأشياء اللي أنت تقول فقدتها. نحن ما خلقنا لأجل هذه الأشياء، نحن خلقنا لهدف أعظم وهو عبادة الله عز وجل. اللي يحيد عن الهدف الرئيسي معناه أنه ضاع، خلاص خسر، البوصلة اتجهت باتجاه غلط. فهمتني؟ صحيح. فأنت الحمد لله أنت الآن ماشي صح، لذلك حافظ على رأس مالك. زين؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أسألك سؤال. تفضل. لو قلت لك افرض أنه جاءك من الله عز وجل، نزل جبريل عليه السلام عليك يا أبو محمد. نعم. بخبر، قال لك جبريل يا أبو محمد أنا أرسلني الله إليك الآن لأخبرك خبرا، وهو أن الله يحبك. إيش بيكون شعورك؟ والله أنا وأنت تكلمني ابتسمت ابتسامة عريضة يعني صراحة. وكلنا نأمل ذلك يا شيخ. فيه نعيم أعظم من نعيم الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير كله بيدك. قال الله هل رضيتم؟ ايش ترضيهم؟ يقول رضيتم. فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من العالمين. قال الله إني أعطيكم أفضل من ذلك.
أو قال أنا أعطيكم أفضل من ذلك، ثم يستغربون أهل الجنة مثل ما أنا وأنت الآن نستغرب، فيقول يا رب وأي شيء أعظم من هذا يعني. فأهل الجنة يقولون يا رب لما يقول الله أنا أعطيكم شيء أفضل من ذلك، كيف؟ فيقول يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيأتي الجواب العجيب. ماذا قال الله؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر، الله يجعلنا منهم يا شيخ يا رب. فشوف معناها أن إذا رضي الله عنك فأنت في نعيم أعظم حتى من نعيم أهل الجنة. فأنا أسألك يا محمد، أقول لك لو جاءك جبريل من الله فرضا وقال لك إن الله يحبك، إيش بيكون شعورك؟ يمكن تتمنى الموت، تقول يا رب خذ روحي حتى ألقاك بس. طيب هذا الكلام اللي هو افتراضي هو حقيقي في السنة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وفي الرواية الأخرى إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، أصابك بإصابة. ولهذا أحب الخلق إلى الله من هم؟ الأنبياء والمرسلين، ولا لا؟ هم أحب خلق الله إلى الله. هؤلاء هم أكثر الناس بلاء. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء. طيب هم أحباب الله، نعم، لأنهم أحباب الله فالله يبتلي من يحب. لذلك أنا أبغاك تتذكر هذه، تحطها دائما قدام عيونك. كلما أصابتك مصيبة لا تصاب بإحباط تقول ليش أنا كذا، وش فيني، ليش كذا يصير لي. لا لا، قل الله اللهم لك الحمد، يعني هذا كله دلائل حب الله لي. زد يا رب، ما بزد يعني يطلب البلاء، الإنسان ما يطلب طبعا البلاء، لكن يقول كما قال عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، لما استقبل المعركة، معركة أحد في الصباح، رفع يديه للسماء وش قال؟ قال اللهم خذ من دمي حتى ترضى. من دمي، ما في شيء أغلى من روح الإنسان. خذ من دمي حتى ترضى. هذا الإيمان العظيم. فأنت الآن إذا أصابتك مصيبة أيا كانت هذه المصيبة، تذكر هالمعاني الجميلة الرائعة، والله ستخف عليك المصائب بشكل ما تتخيل، لأن كل شيء مسجل لك حسنات. يبتليك الله لينظر تصبر ولا ما تصبر. إن صبرت فظفرت، إن ما صبرت فمثل ما يقول العوام عند خشمه أنت الخسران، أنت الخسران أصلا، المالك خيار. هذه من أقدار الله عز وجل. نقطة خامسة وأخيرة مع هذا كله، أنا أقول لك قد لك وللجميع قد يكون هناك ذنوب ما ندري عنها، أنت ما انتبهت لها، أنت كذا أو فعلتها مصر عليها، قد يكون فيأتي الله عز وجل بهذه البلاءات عشان تكفر هذه الذنوب. فالابتلاء في كل الأحوال خير، إما رفعة للدرجات أو تكفير للسيئات. إذا استحضرت هالمعاني مع شيء سادس أضيفه لك، وهو التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، وأن القادم سيكون أحسن بإذن الله. تفاءل، لأن هذه الأشياء تزيد من معنوياتك، ترفع عنك كثير من الهموم والاكتئاب وضيق الصدر. ولو في الآمال، يقول المتنبي، يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أسأل الله يحفظك أبو محمد يوسف. الله يجزاك خير يا شيخ، ويعني خففت عنا، أسأل الله أن يخفف عنا جميعا وأن يحفظك ويطيل بعمرك. يعني تعرف شيخي والله يعني أنا ما أطلع عليك، لكن سبحان الله مهما الإنسان يعني واسع نفسه، لكن سبحان الله يعني أحيانا يضعف. يعني ما في شك أن أرواح وأجساد وفينا أحاسيس وفينا يعني أنفس تضعف. يعني والله يا شيخ أحيانا ما تتحمل بعض الصعوبات اللي أكثرت وراء بعض. يعني تعرف طلقة واحدة ممكن تجرحك، طلقة ثانية تصيبك، واحدة تكسر. معلش. لكن أحيانا سبحان الله يعني. وكذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. يعني أنا أعرف، أنا ما أقول لك لا تحزن، حزن من هو خير مني ومنك، محمد صلى الله عليه وسلم أصيب بالبلاء، وقال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معلوم هذا، لكن في فرق بين واحد دائم حياته كلها ضيقة وتشكي وكذا، وبين واحد أصابها الهم فاكتئب وحس بضيق الصدر، لكن بعدين بدأ يراجع، يسوي زي الفرمتة مثل ما يسوون أهل الكمبيوتر أو الأجهزة هذه، يفرمت نفسه من جديد بهالأشياء اللي قلتها لك، يتجدد معه الأمل بإذن الله. عشان كذا أنا أقول لك الله يحفظك، ذكر نفسك بهالمعاني الجميلة، ستجد في قلبك راحة وطمأنينة، وتجدد نشاطك من جديد، وستكون بار طائع أكثر. بس هالمعاني. وأنصحك برجوع لي محاضرة بعنوان موجودة في قناتي في اليوتيوب بعنوان عزاء لأهل البلاء، وأيضا هي في كتاب موجودة، ممكن تبحث عنها، موجودة في جوجل. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك في عمرك. يسر الله. شكرا لك. حياك الله، أهلا وسهلا.